انت رايحه فين؟ قلت لك واصله مشوار ساعه وراجعه. المفروض بقى ان انا اقعد كده واريح اعصابي وارخيها واقول لك اتفضل. بعدين اللي انت واخداها دي شنطه. الشنطه دي فيها ايه؟ فيها ايه يا اخوي؟ انت جيت واخده حاجه لامك. امي؟ انت عندك ايه بتاخد اصلا امي تاخده؟ انت رايحه فين؟ ما كسفتش انا لقيتها فاضيه. مش قاعدين في زريق بقى احنا. والله عمي رن عليا، ما اعرفش هو باين كده يعني ايه عشان بكره رمضان فربنا الهمه بالرحمه، ورن عليا قال لي يا بنتي تعالي خدي ورثي وورث اختي، فهروح اجيب ورثي. قلت ايه؟ تعالي خدي ورثي بتاعك انت واختي. تعالي يا حبيبتي. فعايزه الحقه قبل ما يرجع في كلامه. لا تعالي مش هيرجع ان شاء الله. ايه في ايه وسع كده تعالي بس في ايه؟ وبعدين هجيب لك حاجه تشربيها. هجيب لك حاجه تشربيها. مش عايزه اقعدي مثلا حاجه. اقعدي جيبها واستريح كده عشان تقدري تمشي. اقعدي خليكي كده عم اجيب لك حاجه. مش حاجه تشربيها وتروقي بقى دمك كده مش وتمشي. عايزه الحقه قبل ما يغير كلامه. عايز الحاج ده نعملش حاجه على طول على السريع في ثانيه. خد يابا. خد. ايه دي؟ شوبسويك. ايه؟ شيبسي شوبسي. مش شوبسي. مقاطعه؟ ايه؟ لا شوبسي مش مقاطع ولا مقاطع؟ مش عارفه صراحه. مش مهم احنا جبناها اهو تشرب. اشرب يابا وروقي دمك كده كتر لي. ما هي ده اكبر كوبايه كده. اشرب يابا وروقي دمك. بصي اشربي كده وهدي وعايزك ايه؟ ما تشديش معاهم في الكلام. تورثي تعمل له قد كده. يعني بتاع نص مليون 450. مهم لو هو ورثك نص مليون واديكي 450 ايه؟ بصي ايدك وش وضهر هتقوم وتعالى وسيبك من الشنطه دي. اجيب لك شكاره؟ ليه؟ شكاره عشان نشيل الزباله عشان محدش يبقى عينه عليك. الشنطه دي هيبقى فيها طمع. الطمع ايه؟ هو حد يعرف اصلا الشنطه فيها ايه؟ ده هيقولوا فيها اكل، ده بتاعت ايه؟ خلاص ماشي زي بعض. طب هي هتكفي ال 450 ولا نص مليون دي؟ طب خدي يلا. ولا عايز تجيب شكار؟ ايه؟ خدي بس سيبك من البتاع ده دلوقتي. هشربه. انت شربت بوك. تروح شم عشان ما تتاخريش. خلي بالك من العيال. ايه؟ عيالي في عينيا يابا ما تخليش براحتك. اقعدي معاهم براحتك وخلصي براحتك وسلمي عليهم وببوس ايدك عمك. طب ايه؟ ببوس ايد عمك. ماشي. ببوس ايد عمك وسلمي لي عليا. قولي هو كان نفسه يجي بس عشان البنت تعبانه بس هيديها العلاج بتاعها. خلاص ماشي انا ماشي اهو. ماشي سلام يا حبيبتي. بيكوك. تعالي تعالي. اطلعي يابا. اطلعي خلي بالك من نفسك. ماشي. مع السلامه في رعايه الله. انت سايب البيبان متفتحه ليه كده والنور جاي؟ الدبان والناموس هيخش في الشقه. دبان ايه وناموس ايه؟ فداكي 1000 دبان. شقة ايه؟ ده انا هقعدك في قصر. فين المفرش؟ ده انا هقعدك في فيلا. فين المفرش اللي فيه هاتي حبيبتي الترابيزه؟ الشنطه تجيلي عليكي. الشنطه تجيلي عليكي. ايوه. فين الفلوس؟ فلوس؟ انت بتسأل الفلوس بتاعت ورثي يعني؟ ايه؟ ما بهزرش. فين الفلوس؟ الفلوس هنا. ايه دي؟ رحت فتحت حساب وحطيت فلوسي في الفيل. الفلوس فين اللي انت وخدت قد ايه؟ خدت 450. 450,000 جنيه؟ عمي مرضيش يديني الفلوس. مش مهم. طب هما فين يا حبيبتي ال 450؟ قلت لك مهم. رحت. طب هات عشان نعمل مشروع. مشروعي. هنعمل ايه مشروع؟ يا حبيبي فتحت حساب وعينتهم عشان كده انا امنت مستقبل بنتي. تيجي تتجوز او تكبر تلاقي مستقبلها، حاجتها، جهازها، جرالي حاجه، حصل لي حاجه، بنتي حياتها بتبقى مضمونه. ده لسه ما كملتش حتى 3 سنين. وهي البنات بتكبر بسرعه. جيت متعلقه 450,000 جنيه ده ايه؟ هات يا بنتي نعمل بهم مشروع ولا نعمل بهم اي حاجه. ماليش عليه، انا ماليش دعوه، انا كده امنت مستقبل بنتي. انت بقى اتجوز ابنك ما اتجوزوش انت حر، انما دي بنت لازم نامن مستقبلها من دلوقتي، ولا نيجي ساعه ما تيجي تتجوز نقعد نلف حوالين نفسنا. فين يا بنت؟ هات يا بنت بتاع نجيب نعمل مشروع نشبرهم بدل ما يبقوا 450 نخلوهم مليون او 2 مليون. ده في هنا مشاريع موت. مشاريعك الفاشله. دماغي مليانه مشاريع والله. مشاريعك الفاشله؟ مشاريع يعني فاشله؟
اللي خدت دهب يبقى ضيعته كده في وسط مشاريعك الفاشله؟ بترد عليا، رجعتهم لي؟ انا مشاريع فاشله؟ اه. انت 450,000 جنيه ده اكبر مبلغ مسكته 15,000 جنيه وما حنتونيش عليهم لا انت ولا امي. انا ما خدتش منك حاجه، امك اللي خدتها. انت خدت 5,000 وامي خدت ال10. طب وانا مالي؟ انا دهبي دلوقتي عدى ال 100,000 جنيه. هاتي بس يا بنتي ربنا يهديكي، هاتي نجيب بهم مصلحه ولا نعمل بهم اي مشروع. لا، مستقبل بنتي. ده انا هجيب لك عربيه واقعدك في قصر. لا، دي تأمين بنتي. هنزل اجيب لك روح هات. هتنجيبك من شعرك. بقى بني. طب ماشي. بقول لك ايه، خليك عند امك. لا عند امي ايه؟ فين يا بنتي؟ خليك عند امك يا حبيبتي. مش انا حبيبتي؟ ما والله حبيبي مش وجوزي انا حبيبي؟ وعلى ده راسي. انا بقالي 5 سنين عمال اصرف عليكي. وبيعمل 5 ده انا صارف عليكي نص، يجي 3/4 الفلوس ده ايه؟ انت المفروض تصرف عليا يعني. يعني طب المفروض مين اللي يصرف عليا يعني؟ المفروض تسد اللي عليكي بقى. اسد على عليا ليه؟ الفلوس اللي عليكي ديت ما هو مش المفروض تسديها. انا معلش فلوس لحد حبيبي. يا بنتي بنتك لسه قدامها بدري على ما تتجوز، انت هتعملي 450,000 جنيه من دلوقتي؟ البلد بتكبر بسرعه. طب يعني ما تتجوز هيكون على 20 سنه، يعني لسه 18 سنه هتسيبوا ال 450,000 جنيه 18 سنه؟ شهاده استثمار، هو ده انا وعيالي. الله ينور عليك، شهاده استثمار. تمام. انا استثماري معايا. لا، انا استثمر مع البنوك ومعاك انت. ليه يا بنتي استثمارهم معايا، انا هخليكي 100. خلاص بقى يا سيد، عشان انا بفكر اعمل حاجه كده ثانيه. يلا ما تبوظليش دماغي. انزل اقول لامي والله العظيم وهتطلع. اتصل بالمحامي يا سيد عشان عايزه اعمل حاجه ثانيه. المحامين هينصبوا عليكي. لا ما تخافش، محدش بيقدر ينصب عليا. يعني مأمنه للمحامين ومش مأمنه لجوزك؟ بنت خالتي هتنصب عليا؟ بنت خالتي. ما هو الخوف ما بيجيش الا من جرايم، الناس ما بيجيش الا من جرايم والله. هترجعي تندمي. مالكش دعوه. ربنا يهديكي يا حبيبتي، انت انا بحبك. مالكش دعوه، مش هديك حاجه. دي تأمين بنتي. تجوز ابنك ما تجوزوش. بقى هي هينعلها 450,000 انا هجوزها. انا ابوها. مالها دي يا اخويا؟ انا ابوها اولى بيها. مالها الكتكوته دي؟ مالها؟ انا هجوزها. انت كل ما تتكلم تقول دي مالها دي؟ انا هجوزها. ما تبص، ما تيجي تجوزها ويهستها وربنا كرمك بخد الفلوس دي. اديك الفيزا كده اهو، خد يا سيد، روح اسحب الفلوس وخدها لنفسك، مش عايزاها. انما دلوقتي تأمين بنتي. الواد هيتصرف من تحت الارض وهيتجوز. بيني وبينك ربنا لو نمت وانا غضبان عليكي مش هتخشي الجنه. لو خدت فلوسك منك، انما دي فلوسي انا بتاعت ابويا. وانا وانت ايه؟ وانا وانت ايه؟ فين وانت واحد يا حلوه يا مغندره انت يا كتكوته. واحد كله الا دي. يعني كل واحد وعنده فلوس؟ لا. دي ورثي حبيبي وانا انتوا لبنتي. قشطه. من النهارده هتتعاملي معامله العبيد. ايه؟ معامله العبيد في سوق الجواز. عامل معامله العبيد يا حبيبي؟ معامله جاريه في البيت. مين اللي قال لك كده؟ انا من النهارده مش هعاملك الا معامله الجاريه في البيت، وخلي ال 450,000 جنيه ينفعوكي واعمليهم لبنتي زي ما انت عايز. بس هعاملك معامله زباله. انزل عند امك وانا هفتح شهاده استثمار واكل نفسي واكل عيالي، مش عايزه منك حاجه. بس بصي يلا اهي اما شحتك ما تبقاش انا. البجابين اللي عرفت تخد.